صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم نعيمات خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول مروان وشيرين. ضيفنا بالاستديو الدكتور أكرم خليل، اختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية، بورد سوري بالأمراض الداخلية والهضمية. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم، يا أهلا وسهلا. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بمكالماتكم أو بمداخلاتكم، فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي برسالة، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. رح نبدأ لقائنا اليوم. هيك اخترنا موضوع مهم كتير، يعني من فترة عشنا هيك وباء أو جائحة إذا صح التعبير، كانت اسمها اليرقان أبو صفار بالعامية بيقولوا. الفئة الأكثر اللي انصابت ربما كانت يعني ظاهرة بالعيان هن الأطفال. طبعا رح نترك الحديث والبقية المعلومات القيمة للدكتور أكرم، هو رح يشرح لنا التهاب الكبد، سواء فئاته، شو هن الأنواع، أكثر الدرجات أو الأنواع إذا صح التعبير شيوعا. المايك مع الدكتور أكرم. يا أهلا وسهلا. والله موضوع التهاب الكبد الحاد طبعا رح نحكي، موضوع شائع كتير. نعم. ومن فترة طويلة منطقتنا عم تعاني منه. سوينا لقاءات تلفزيونية كتيرة ونشرنا بصفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كتير حول هالموضوع. هذا موضوع شائع بمنطقتنا، والسبب غالبا نتيجة نقص الظروف الصحية. نعم. وعدم العناية بالنظافة الشخصية. إنه هو التهاب كبد حاد اللي رح نحكي عليه نمط ينتقل عن طريق الفم، عن طريق الماء الملوث والأطعمة الملوثة. فالنظافة الشخصية كتير مهم بهالمرض هذا. طبعا مرض فيروسي، نوع من الفيروس عادة بنسميه فيروس RNA، ينتقل عن طريق الفم مثل ما قلنا، وبيساوي كتير أعراض، وممكن خاصة بالطور البادري منه ممكن ما يتشخص، ويتشخص على أساس قريب، يتشخص على أساس أمراض تانية تيفية مالطية، ويعطى أدوية، وأدوية ممكن تكون خطرة على المريض يعني. فالتهاب الكبد الحاد نمط يصيب معظم كافة الفئات العمرية. تمام، أطفال يعني كل شخص ممكن حتى لو كان كبير بالعمر كهل. ويجينا كتير حالات كهول ومصابين بالتهاب كبد حاد نمط طبعا لما يصيب الكهول يكون إصابتهم شوي أصعب وأشد وطأة من الأطفال. نعم. أطفال ممكن من الرضع ولا كافة الأعمار ممكن ينصابوا فيروس
بس الشخص اللي انصاب وطاب يترك مناعة دائمة، ما بقى ينصاب في المستقبل. فأعراضه يبدأ الأعراض عادة لما يأخذ الفيروس هذا المريض من ماء ملوث، طعام ملوث، أكل سندويشة من شي مطعم، مريض كان مصاب عم يحضر مثلا صاحب المطعم أو العامل اللي عم يشتغل عم يحط فلافل بإيده بدون كفوف للأسف. المهم يعني مثلا بائع متجول، ذباب، ماء ملوث ممكن. يعني انا بفتره سوينا لجنه رحنا على بلده بالحميس ضيعه كلها كان مصابه بالتهاب الكبد حاد نمط واستكشفنا دورنا بالضيعه شفنا انه في كان بير، والبير هذا حواليه كله طين ووحل ويشربوا منه كل شيء الحيوانات والكلاب والناس فكان سبب انه هاي البير. تمام. فاذا عن طريق الفم ينتقل وينطلع عن طريق الفيروس، ينطلع عن طريق البراز. فاي شخص مثلا تناول طعام ملوث، ماء ملوث بهالفيروس ينصاب فيها. نبدا بالاعراض. الاعراض البادريه يجي اول شيء المريض بيجي والله الام معممه، دعس، تعب، صداع، نقص شهيه، غثيان، حتى الام احيانا معديه، ممكن اسهال خفيف. فبيروح على اي طبيب او الصيدلي او جاره شغل قريب رشح كذا، بياخذ ادويه احيانا. يعني تجي عليه حراره اذا معناته ممكن طبعا بالبدايه حرارة بتكون خفيفة عادة، ما يتجاوز مثلا 38 38 ونص، يعني ما بيساوي عروقات رايقر يعني. بس حرارة ودعث، تعب، انحطاط، نقص شهية. إذا كان المريض مدخن يصير عنده قرف من الدخان، صح. ما يحب الدخان يعني. ويبدأ بعدين شوي شوي بقى البول يصير أول شي غامق، لسه العيون ما صاروا صفر يعني. وبيسموه بالعامية يرقان نتيجة أو بصفار نتيجة اصفرار العينين يعني. وبالكردي بيسموه زرق أو زردك. تمام. فيبدأ باغمقاق أول شيء بلون البول. لون البول يغمق شوي حتى نسأله إنه شلون لون البول، مثل الشاي، بقول له إيه والله غامق مثل الشاي. تمام. فلسه ما ظهر يرقان. بهالفترة هي لو الطبيب انتبه يعني يطلب تحليل بسيط ممكن يشخص إنه هي عنده التهاب كبد حاد. بعد تقريبا أسبوع، يعني طبعا طور الحضاني من 12 ل 14 يوم، يعني ياخذ الفيروس ما ينصاب مباشرة، بده شيء دور حضاني اسمه 12 ل 14 يوم تقريبا لأسبوعين. فالأعراض هاي بتظهر بعدين بيصير بعد أسبوع تقريبا يبدأ اليرقان بالظهور، يغمق لون البول أكثر. يوم السابع عادة يبدأ الحرارة بقى بالنزول، ما بقى في حرارة، بس يضل المريض عنده تعب وانحطاط وما فيه قدرة على العمل، ما فيه هيك يشتغل شيء. يبدأ العيون يصفر. وقتها ينتبه معظم المرضى وأهل المرضى والمرافقين ينتبهوا أنه والله ابنهم أو بنتهم أو هو انصاب بيرقان. وقتها يراجعوا الطبيب. الطبيب بالغالب هيك يشخص، يعني لما يشوف اليرقان بيشخص يعني. طبعا اليرقان لما يكون خفيف ما يتشخص، إذا كان مثلا غرفة الطبيب مو مضاءة بشكل جيد يعني بيطلع بالصلبة ما راح يشوف يرقان يعني. أحيانا نضطر نطالع على البلكون نشوف على ضوء الشمس يعني نشوف اليرقان. بالليل ما كتير يبين اليرقان. فنطلب تحليل بسيط ونشخص إنه هذا معه التهاب كبد حاد نمط طبعا في لنا تحاليل خاصة فيهم. أكيد. طبعا فيروسات كتيرة، يعني فيروس A B C D E، يعني معظم الفيروسات أعراضها تتشابه. فنميز بالمخبر نميز. تماما. دكتور كتير حلو انه حكيت عن موضوع الاعراض اللي عم يتبين بالظاهر يعني بالعين المجردة، وهالشيء هذا بيساعد الاهل حتى يعني يراجعوا العيادة بشكل اسرع. يعني المرض هذا بيعلن عن حاله وبيكشف حاله. طب دكتور اذا بدنا نحكي عن هلا ضمن سياق حديثك اكيد ذكرت موضوع الاسباب، العوامل المسببه لهالشيء هذا ذكرت منهم، لكن اذا هيك تطرقنا او يعني شوي هيك وسعنا بالعوامل المسببه غير المي او الطعام، لو نوسع فيها شوي. وهو عن طريق الفم. نعم. ما لا ينتقل عن طريق التنفس. ايوه. ولا الدم. نعم. ممكن يعني هلا شخص مصاب بالدم ممكن يعني، بس الغالبية العظمى عن طريق الفم يجي. يعني مثلا المريض يتبرز، مريض المصاب على التواليت مسافات، فات واحد ورا تاني وفتح الحنفية. أيوة. وما غسل ايده بشكل كويس بالمي والصابون ينتقل له. طعام ملوث، ماء ملوث، فيروس موجود بالطبيعة يعني. أيوة. موجود بالطبيعة. فإذا واحد تخلص منه غسل دياته بالمي والصابون قبل الأكل، والشخص المصاب اتقى نفسه يعني ما خلى صحنه ملعقته كلها لحالها، يعني انتقاله يكون أقل يعني. أقل فرصة. تماما. فيروس موجود من زمان يعني.
حلو كتير دكتور. هلا المستمع عم يسأل عن حاله هلا انه موضوع الاطفال اللي الخدج اللي بيصيروا احيانا نسبة كبيرة من الاطفال بيصيبوا معهم بيصير معهم الصفار. يا ترى شو العامل الفارق بيناتهم؟ نعم. والله سؤال حلو كتير هذا. بس الخديج فعلا الخديج هو الطفل الوليد اللي قبل ما يكتمل نموه، يعني تقريبا بالشهر السابع 7.5-8 يعتبر خديج. هذا يكون عنده كبد غير ناضج. ايوه. يصيبه يرقان، نحن بنسميه اليرقان الفيزيولوجي، في خميرة بجسم الجنين بجسم الرضيع لسه ما نضج اسمه جلوكورونين ترانسفيراز. هذا بيحول باليوروبين الغير مباشر ومباشر. فلسه غير ناضج الكبد، هذا يرتفع يصير عنده يرقان باليوم تقريبا بعد 24 ساعة 48 ساعة يبدأ اليرقان بالظهور. هذا برقم فيزيولوجيا باليوروبين وعلى حساب الغير مباشر، غير هذا مو التهاب كبد تماما. اللي معناته مو كل يرقان التهاب كبد. فهذا المفروض يراجع الطبيب، هو يعرف في كتير امراض صاير يرقان بس مو معناته التهاب كبد. يرقانات كتيرة، يعني ممكن يرقان سبب دموي مثلا حلال دم، تالاسيميا، تنافر زمر عند الرضع، يعني ممكن يصير يرقان حلال دم، فوال، منجلي. يجي امراض الكبد، يجي في يرقان انسدادي، وفي يرقان اسباب فيروسيه ثانيه، في يرقانات استقلابيه مثلا داء ويلسون، نحاس مثلا ارتفع، ممكن يصير معه التهاب كبد ويرقان بيشبه اعراض التهاب الكبد تماما، بس مو فيروسي، بيكون سبب استقلابي. صح. فاسبابها كثير اسباب اليرقان، فمو كل يرقان هو ابو صفار تبع التهاب كبد حاد نمط. حبينا هيك كمان هيك. تمام. يعني سؤال حلو كثير. دكتور، عوامل الخطوره والمضاعفات، ممكن اي مريض يصاب باي نوع من هالدرجات، او اذا اللي عم نحكي عنه اليوم ممكن لشو تؤدي؟ نعم. هلا التهاب الكبد الفيروسي الحاد نمط اللي هيك متعارف بين الناس والشائع عندنا هلا حاليا، يعني تقريبا اسبوعيا مريضين او 3 انا عم شوف بياتي وزملائي عم يشوفوا واطفال عم يشوفوا. هاي التهاب كبد حاد فيروسي، فيروسا غالبا سليم، يعني عواقبها واختلاطاتها كتير قليله، يعني تقريبا معظم الحالات 99.5% من الحالات تشفى تلقائيا بالدعم طبعا، بالتغذيه الجيده، بالإماحة، بالراحة المطلقة. نحن عادة نقول راحة مطلقة لمدة شهر كامل ما تشتغل ونخلي الكبد يرتاح. فهذا الفيروس الجسم لحاله بيقضي عليه، مثل فيروس الرشح مثلا، بأسبوع يطيب، هذا بده 4 أسابيع يطيب تماما. مضاعفاته ما يتحول لإزمان أبدا، ما يصير تشمع كبد اللي العالم تخاف منه. في نسبة ضئيلة جدا جدا التهاب الكبد الصاعق. نعم. هذا فولمينانت هيباتايتس، هذا خطر وإن شاء الله ما حدا ينصاب فيه، وإذا انصاب نسبة الوفيات كثيرة، يعني نسبة قليلة جدا، يعني ممكن فولمينانت هيباتايتس يعني. لكن إذا انصاب إذا انصاب طبعا بده مستشفى ودعم وكذا هيك بس يعني كتير قليل. يعني مرت عليكم شي حالات دكتور؟ مشان العالم ما تخاف تماما. أكيد مرت علينا بس حالات قليلة جدا. الأخت جيهان طبعا بعتي سؤال، وبظن الدكتور من شوي حكى عن هالموضوع هذا، الفرق بين التهاب الكبد اللي عم نسميه عن أبو صفار عند الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي. ممكن ترجع الحلقة شوي، أكيد راح تسمعي شرح الدكتور وكان جدا مهم وواضح بظن. مستمعينا اللي حابين ينضموا لنا ما تترددوا، الدكتور أكرم خليل ضيفنا بالاستوديو، اختصاصي بأمراض الداخلية وأمراض جهاز الهضم والطرق الصفراوية، إذا ما قصرنا بهالشرح هذا، بورد سوري بالأمراض الداخلية والهضمية بالاستوديو بوير، وهو بخدمتكم. وهالمعلومات هاي كلها مشان توعية ولحتى نوعي مستمعينا ومواطنينا عن موضوع التهاب الكبد. اليوم الموضوع هذا مهم كتير. دكتور، حكينا هلأ موضوع التشخيص، من شوي حكيت انه المريض عم يجي يزوركم بالعيادة، او حتى طفل كان او المريض شخصه بيحس عن حاله في اعراض، في صفار، في كذا، في تغير، في تعب كذا، هاي مؤشرات بتخلي هو يراجع العيادة. أكيد التشخيص النهائي للدرجة أو النوع كيف بيكون عندكم؟ نحن نبدأ طبعا استجواب المريض، قصة المريض إمتى بلش أعراضه، شلون بلشت مثلا حرارة، آلام معممة كذا هيك. بعدين نبدأ بالفحص السريري. الفحص السريري عادة بيكون عنده شوي هيك مضض بالمراق الأيمن، يعني تحت الضلع الأيمن. أيوة. نحط إيدنا هيك شوي نفحص في ألم فيها. طبعا أحيانا ينتقل لمنطقة المعدة، منطقة الشرسوف. تماما. وطبعا بعد ما نستجوب ونشوف الأعراض، فحص السريري
ممكن كمان نساوي ايكو للبطن، نتاكد عاده أيضاً. بنشوف عدم تجانس بالكبد، بنشوف المراره ما فيها. احيانا المراره كمان تيجي محصات. يعني لا محصات غير. آه. هلا المراره بالتهاب الكبد، شخص طبيعي صار معه التهاب كبد بالايكو يبين سماكه في جدار المراره، سماكه إنها نسميها ارتكاسيه. في كتير اخطاء بتيجي بهي كمان، مثلا حتى بكون طبيب اخصائي كمان داخليه وحتى طبيب عام طلب ايكو لمريضه اليرقان، يكتب طبيب الايكو هو يشوف انه في سماكه في جدار المراره. تمام. هي مو معناته التهاب مراره ويتعالج على اساس التهاب مراره، طبعا راح يضر المريض كتير. هي اسمها سماكه ارتكاسيه ناتج عن الازيه الكبديه الحاده. أيوة. هذا نقطه مهمه كتير شفناها هون بعد عصر الايكو. هي فالسماكه هي ناتجه كمان عن الازيه الكبديه، وبيصير عدم تجانس كبدي متلازمة مع نعم، يعني ثانوي للازيه ثانوي. الكبد، ثانوي للالتهاب الكبد تالي الحاد يعني، نعم. السماكه في جدار تيجي احيانا سميكه كتير. طبيب الايكو يقول خلاص هاي التهاب مراره، لا، طبيب الايكو لازم يكتب بس سماكه في جدار المراره، تماما، وما يكتب التهاب مراره، لانه الطبيب الثاني اللي طلب ايكو راح يعتمد على نتيجه الايكو. صح. ممكن يعالج بقى بانتيبيوتيك وصادات، في ناس بيعطوا فبيفوت فلاجيل الطبيب لا. وامبيسيلين، يعني كتير ادويه ممكن تضر المريض يعني. صح. هي مو انه التهاب مراره، هي سماكه في جدار المراره ارتكاسيه ناتج عن الازيه الكبديه الحاده. بعد ما توجهنا سريريا وهيك بالايكو، كل الاطباء الهضميه ومعظم عندهم ايكو، او بيحولوا للزملاء اخصائيين بالايكو تبع الاشعه، نطلب تحاليل مخبريه. اهم تحليل خمائر الكبد، نعم. مثلا خليه كبد اسمها اس جي بي تي او ال تي. هي كثير حساسيه، بيرتفع فورا، يعني قبل ما يرتفع نسبه اليرقان، يعني ابيلوروبين اسمه. المفروض اذا ما بده يخسر المريض كثير تحاليل وكذا، يطلب بس فقط اس جي بي تي فقط لا. طلع مرتفع ضعفين او اكثر، خلص التهاب كبد حاد. وممكن تذكر المريض واهل المريض انه بالبدايه الاس جي بي تي ممكن فرضا يطلع ضعفين 3 200 300، بعد اسبوع اسبوعين يصير بالالاف. يقول مريضنا لا لسه ببداية المرض، إذا كشفت ارتفاع خفيف. نحن دائما نخبر مرضانينا إنه خلال 10 أيام 15 يوم يرتفع بشدة الجبل، ممكن يوصل آلاف. ما يخاف، هذا ما يخوف، بس بعدين يصل الذروة وبعدين يرجع بالتدريج 4 أسابيع. تمثيل البياني. معظم المرضى 4 أسابيع يرجع الاس جي بي تي او ال تي للطبيعي. المشعرات الثانية مثل البيلوروبين هي كمان ترجع للطبيعي. أحيانا بتضل الصفار بالعين ومريض يتحسن تماما، يعني مريض نحسن وياكل ويشرب، بعد شهر لسه عنده شويه يرقان وخمية الكبد لسه مرتفعة، معلش هذا خلاص تيشفى يعني. حتى لو ضل اس جي بي تي مرتفع فترة، أيوة. يعني ممكن شهر ونص، شهرين و6 شهور، ممكن حتى سنة يضل مرتفع. نعم. ما يضر ولا يتحول لإزمان التهاب الكبد حاد. وما في ضرورة انه مريض اجا وشخصنا له خلاص التهاب كبد واس جي بي تي مرتفع، المريض كل يومين بيروح يسوي لي تحليل. ما يصير هيك يعني. خلاص المرض طور له 4 أسابيع، خبر مرضى إن هلا نساوي التحليل، وبآخر الشفاء يعني بعد 4 سنين نساوي تحليل مشان اطمئنان. اما كل يومين 3 تساوي تحليل تخسر المريض، تتعبه وما تستفيد منه الشيء يعني. تماما. دكتور، العلاج بعد التشخيص، العلاج شو بيكون؟ العلاج علاجات الفيروسات بشكل عام، كل الفيروسات بالدنيا هلا فيروسات علاجاتها عرضي، معظمها عرضي يعني. خاصة فيروس فيروس سليم، لذلك ما في علاج خاص نوعي له. تماما. شوية فيتامينات نعطي دعم، يعني إذا مريض عم يراجع بنعطيه مضاد أقياء شوي، وإذا نحط له سيرومات شوي، ممكن يضطر أحيانا ندخله المشفى يوم يومين، نعوض له سوائل، تحسين حالة عامة، ضبط السوائل والشوارب مشان ما يتجفف. وإذا مريض ما يراجع خلاص على البيت، وحمية عن النشويات والخضروات والفواكه، وراحة مطلقة، وإن شاء الله ب4 أسابيع يطيبوا معظم المرضانين. تمام. بنوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا وعم يبعثوا لنا تعليقات. طبعا الأخ شبال تحية لك أكيد، الأخت سميرة أكيد شكرا لك. الأخ زاهد بعد سؤال: شو دور الحلويات بهيك مرض وشو آلية التأثير؟ طبعا بعد سؤال قبله كمان أكيد رح متى يكون مطلوب أخذ إبرة حماية؟ ما بعرف إذا في إبرة حماية رح نحكي عنها. كويس. هلا الأسئلة كلها هي بنتسأل فيها بالعيادة. الحلويات قلنا الحلويات يعني مثلا الحلويات الموجودة بالسوق، ولا تاكل هريسة وشبك ما يصير يعني. هي كلها مدهنة ومقالي وفيها يعني. صح. نحن عادة الحمية بكون نشويات يعني. أيوة. بس نشويات، البطاطا، الكعك، الرز، كله هي معلش يعني. مثلا المربيات، العسل، هذول كلها التمر، الزبيب، هذا كلها مفيدة.
اما حلويات تبع السوق المقصود فيها ريسه ومشبك هذا ما تماما هي فيها مواد اضافيه تماما. ابره الحمايه قصده باللقاح. تمام. والله لقاح التهاب الكبد الحاد لهلا ما في عنا ولا طلع اعتقد، يعني ما بعرف اذا بالعالم طلعت، يعني لحد علمي لهلا ما صار لقاح التهاب كبد حاد. اما النمط ب في له لقاح. تماما. نوجه تحية للدكتور فرياد. أيضا الأخ مجيد الحسيني بعد سؤال لكم، سلامي لكم طبعا. متى يتم إزالة المرارة بعملية جراحية أو تنظيرية، وما الفرق بينهم، وهل تكلس المرارة والتهاب حاد يجب إزالتها؟ نعم، هاي موضوع آخر بس ممكن نجاوب عليه. هلا المرارة، استئصال المرارة سواء جراحة كلاسيكية تقليدية اللي هو الشق بالمراق الأيمن، نعم، أو جراحة تنظيرية 3 ثقوبات، في الحقيقة النتيجة واحدة. نعم. نحن بدنا استئصال المرارة. إمتى نستأصل المرارة؟ هلا المرارة البورسلانية، المرارة المتكلسة، واحد يخاف انه بالمستقبل يتسرطن وكذا، ممكن نسوي لها استئصال سواء جراحة عادية او تنظيرية. الفرق يعني هلا بالاستشفاء، يعني ممكن الجراحة العادية يضل يومين بالمستشفى، الجراحة التنظيرية يضل يوم واحد بالمستشفى. نعم. بالدول الأوروبية مثلا ما يحبوا يسووا لهم ندبة هون يعني. صح. هلا بلش جراحات تنظيرية أقل رضا شوي على المريض. أحيانا يساوي جراحة تنظيرية يضطر الطبيب الجراح انه يقلبها لعمل جراحي عادي يكون فيه التصاقات والتهابات وكذا. والمرارات الملتهبة واللي تكرر التهابات كتير عندها هي غالبا ما تنجح بالتنظير، جراحة تنظيرية هي يضطروا يسووها جراحة كلاسيكية. طبعا بنوجه تحية للكل اللي عم يسمعونا ما شاء الله، بلشوا عم يبعتوا أسئلة. الأخت أفين، أسباب زيادة فرز اللعاب بالرغم من المريضة أكلت 2 شهرين ماتالون وزيرو عيار 40 حسب ما وصف لها الدكتور. ما بعرف إذا سؤال له تكملة قبل. تحية للدكتور مروان بيري أيضا، هو كمان عم يشاهدنا ومقيم برات البلد، عم يبعث لنا السلامات بالتوفيق والنجاح. ما بعرف إذا نرد على السؤال هذا أول دكتور، إنه أسباب زيادة فرز اللعاب بالرغم إنه المريض أكلت 2 شهرين ماتالون وزيرو عيار 40 حسب ما وصف للدكتور. والله سؤال ناقص. الألعاب يعني الألعاب موضوع آخر، هذا يتعلق بالفم. ممكن يكون مشاكل بالفم، باللثة، ممكن أحيانا الطفيليات مثلا، ديدان، ممكن فرط ألعاب. أما الزيروموند مضاد حموضة يعني اسمه PPI، مثبطات المستقبلات PPI بروتون بومب انهبيتورز، ما يفيد بتقليل الالعاب. والموتالون دومبيريدون عادة مضاد قياء غثيان عم نعطي، يعني هذا مشان قلص المعيدي المريء عم نعطي. كتير اسباب في الالعاب، يعني ممكن حتى التدخين، ممكن آفات اللثة، آفات ممكن ساي العاب يعني. تمام. لساتنا عم نجاوب على اسئلتكم مستمعينا. طبعا احنا ضلت عنا المحور الاخير بالحلقه اللي هو نصائح وتوصيات. قبل ما اذا حدا عنده اي سؤال اكتبوا وابعتوا السؤال قبل ما ننهي اللقاء. سليفا كاتبه كمان، مرحبا، عندي آلام بالمعده بيروح وبيرجع مرات بيطول، يعني يا ريت تكون اوسع بس ما بعرف بظن الفكره وصلت. الآلام الشرسوفيه ممكن تكون آلام معيديه، ممكن تكون آلام قلص معيدي مريء، ممكن آلام حتى بالطرق الصفراويه، ممكن المراره، ممكن حصيات، يعني لازم نشوف الطبيب صراحه. تماما اكيد. الاخ محمود أوزدمير عم يتابعنا من تركيا وبيعط لك سلامات دكتور. هيك مستمعينا بيكون وصلنا للمحور الاخير اللي هو نصائح وقائية وتوصيات من عند الطبيب الدكتور أكرم خليل، اختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية، بورد سوري بالأمراض الداخلية والهضمية، عبر منبر بوير، وبيخاطب مستمعينا وجمهورنا ومواطنينا اللي قاطنين بشمال شرق سوريا. اليوم جملة نصائح من عند الدكتور أكرم. أهم نصيحة هي النظافة الشخصية، ونبدأ من الشخص نفسه. يعني المريض اللي بيجي يتناول طعام سواء فطور أو غداء أو عشاء، دائما يغسل دياته بالمي والصابون قبل ما يتناول أي طعام. نعم. ما يغسل بعض الطعام معلش، يعني خلي إيديه بدهن بس قبل الطعام ضروري كتير. هاي 1. 2 نظافة المطاعم اللي عنا. المطاعم عندنا بصراحة يعني كتير عم تنقل أمراض، يعني تسممات غذائية. هاي عم نناشد الجهات المسؤولة. نعم. دائما اللي بيحضر الطعام مفروض يكون لابس كفوف. ممنوع منع باتا بدون كف يهرس البطاطا أو يهرس الفلافل بإيديه، ممكن قبل شوي طالع التواليت يعني. نعم. يعني حرام، كتير أمراض يجي عنا من وراء المطاعم. صح. بصراحة يعني.
الأغذية المكشوفة للباع المتجولين لما كنا صغار أطفال صح، هيك كانوا أكيد. يعلمون الباع، والله بالفعل صح. هيك كمان ينقل أمراض. صح. فالنظافة أهم شيء، لأنه هذا فيروس ينتقل عن طريق الفم. إذا تقيدت بالنظافة الشخصية ونظافة المحيط اللي حواليك ما راح ينتشر عندك التهاب كبد حاد نمط A. بالدول الأوروبية مثلا ما نشوف، ليش؟ في ظروف صحية صحة جيدة، أكتر. في كذا، نعم. في صحة أكثر، في نعم. نعم. مراقبة أكثر. نحن خلصنا اللقاء. المشكلة هلا اجت يعني بلشت تجي أسئلة، ما بعرف إذا عندنا وقت دكتور نجاوب على أسئلتهم. الأخ جوان من كندا عم يتابعنا، عم يقول ما هو سبب الإمساك؟ بظن هيك كتب. وتحياتي لكم، إن شاء الله نقدر نجاوب يعني عليكم. والله الإمساك أسبابه كثيرة، يعني نبدأ بالإمساك الوظيفي اللي ما له أي سبب عضوي. ممكن يكون قلة ألياف، ممكن يكون طبيعة الكولون عنده، عدم تنظيم التغوط، هذا. وفي أسباب كتير أسباب. إذا ما ترافق مثلا إمساك بدم أو نقص شهية أو نقص وزن، هذا مفروض يكتر من الخضروات والفواكه مع عدا بعض الأطعمة السايد إمساك مثل التفاح والجزر. وكتر الخضروات، كتر من المآكل اللي فيه الياف، يعني صح. مثلا الخبز، مثلا نحن القمح عندنا هلا مقشور، الالياف هذا كتير مفيده. كان هلا خبز الخالي يفيد، صح. ياكل كل شيء خضراء، يشرب سوائل بكثره تماما. الإماهة، الحركة، النشاط، الرياضة يفيد. تنصحوا يزور طبيب هضمية مثلا؟ طبعا إذا كان مساك طول عنده مفروض على الأقل شي مرة يزور طبيب. نعم. أكيد سلاماتنا للأخ شيخ موس، الأخ عم يتابعنا من ألمانيا. كمان موجه تحية مرة تانية للدكتور فرياد عم يتابعنا كمان، يسعد مساك. هيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. برنامج صحتك بالدنيا كان ضيفنا الدكتور أكرم خليل، اختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية، بورد سوري بالأمراض الداخلية والهضمية. حكينا اليوم عن التهاب الكبد أو اليرقان أو الأبو صفار ما يسمى، الموجة اللي كانت هيك جائحة من فترة اجتاحت المنطقة ولا زال يعني حقيقة عم يراجعوا عيادات الداخلية والهضمية. نتمنى لكم السلامة. شكرا للدكتور أكرم، شكرا لكم على حسن متابعتكم، شكرا لزملائي بالكنترول مروان وشيرين. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة. بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.